لأني أنا ملتزم وهي بتحب الالتزام، ولأن نجمة جماهير هن أيضا ملتزمين قدامها وقدام فنها سألتزم. مثل ما قال توني ومثل ما عرفوا زملائنا، هي نجمتنا فعلا من الزمن الجميل. هاي العبارة اللي بنسمعها كثير ودائما بنقول نيال اللي عاشها. يمكن جيلنا لحقنا شوي من هذا الزمن الحلو، زمن الفن الجميل، زمن الفن الأصيل، وزمن الفن المختلف. ونجمتنا اليوم هي من أبرز علامات زمن الفن الجميل، من المشاهدة عليا إلى الدوامة، مرورا ببامبا كشر والبطنية وكالة البلح، وطبعا مرورا بالكثير من الأعمال الخالدة. ومن منا ينسى المرأة التي هزت عرش مصر؟ إنها نجمة الجماهير. And the Diafa Award goes to Nadia Al-Jindi. Actress of the golden age who successfully bridged the gap between art and popularity. She quickly became one of the prominent stars of Egyptian cinema, participating in over 100 films throughout her extensive career. Nadia is renowned for her powerful roles, contributing to solidifying her position as a symbol of Egyptian cinema. One of her most notable films is Al Batiniya, which achieved unprecedented success at the box office. Her films achieved the highest revenues in Egypt and the Arab world, rightfully earning her the title of the People's Star for 25 years and counting. Diafa 2023 honors Nadia Al-Jindi. نجمة الجماهير على مسرح ضيافة نادية الجندي. Yeah, put your hands together, ladies and gentlemen. بشكركم جميعا، وبشكر دولة الإمارات، وبشكر مهرجان ضيافة، المهرجان المحترم اللي له تاريخ، وبشكر الدكتور ميشيل ظاهر. الحقيقة أنا كنت مترددة إني أجي في الأول، ولكن بعد ما شفت المبادرة الجميلة اللي عاملها الشيخ محمد بن راشد المكتوم لمساعدة إخواننا وأطفال غزة، الحقيقة سعدت جدا بهذه المبادرة الإنسانية الجميلة. فده اللي شجعني بصراحة إن أنا أتشجع إن أنا هاجي هذا المهرجان المحترم. وأنا عايزة أقول يعني جملة، عايزة أقول إن التاريخ هيشهد على هذه المجزرة البشعة والحرب الإبادة لأطفال أبرياء عزل. والتاريخ هيشهد على موت الضمير الإنساني العالمي اللي بيتغاضى عن كل هذه الجرائم البشعة. ولكن ربنا هينصر الحق، والحق سينتصر وسيرد كيد الظالمين إن شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين. شكرا للنجمة نادية الجندي، شكرا للإعلام القدير توني خليفة وللسيدة مي خطيب.